السبب الشعوري لظهور هالات سوداء حوالين العين او في محيط العيون. كلام اول مرة تعرفوه، عشان كده ركزوا قوي في فيديو النهاردة. هقول لكم كتير مننا بيظهر لها هالات سوداء فجأة، او في ناس بيكون عندها نتيجة عوامل وراثية، او في ناس بيجيلها مع الوقت وما بتبقاش عارفة السبب جات لي ليه، او حتى بستخدم لها كريمات باستمرار ومش بتتعالج. اول حاجة لازم افهم السبب الشعوري، لان هو ده الاساس في حل المشكلة. حتى لو المشكلة وراثية بتتحل عن طريق ان انا اعالج المشاعر اللي انا حاسة بيها، ممكن اكون كمان مش منتبهة لها. طيب ايه الهالات السوداء؟ بتيجي عن طريق ايه؟ ان انا ببقى سامعة كلام او شايفة كلام من شخص انا بحبه، مأذية جدا من الكلام ده، لان انا مش متوقعة ان هو يجيلي من الشخص ده، مش قادرة برضو اتعامل معاه، فبيحفز انتاج طبقة الميلانين في البشرة وفي منطقة حوالين العين، فبالتالي بتغمق. على الاكتر بيكون بيعمل الشخص ده بيعمل مواقف تضايقني، مواقف انا مش قادرة ارد عليها، او حتى انا مش عارفة ارد عليها، او سمعت عنها فالموقف انتهى. كل دي حاجات بتحسسني ان انا مش قادرة اشوف المشهد ده، او مش قادرة استوعب او اشوف ان الشخص ده اللي انا بحبه او اللي بتربطني بيه علاقة ما بيأذيني بالطريقة دي. عشان كده بيبقى اي حاجة ليها علاقة انا مش قادرة اشوف او مش قادرة استشعر الموضوع، بيظهر عندي هالات حوالين العين. علشان كده لازم نعدل الاول السبب الشعوري قبل ما استخدم اي منتج تاني مع التفتيح لمنطقة الهالات. في منتجات كتيرة جدا هكلمكم عنها في الفيديوهات الجاية، بس الاهم ان احنا نركز على السبب الشعوري ورا كل مشكلة بتظهر في بشرتنا او شعرنا، وده اللي بنساعدكم فيه في روني كير. تابعونا لو مهتمين بالموضوع وعايزين تعرفوا معلومات اكتر عن مشاكل اكتر.